إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، حضارة الجزائر على صفيح ساخن. النظام الجزائري، أو لنقل جزء من النظام الجزائري، يقوم بإغلاق جريدة جزائرية هي جريدة الغد، والسبب أن في عددها الأخير تحدثت عن اغتيال تبون. نعم متابعينا الكرام، جريدة الغد دارت قصاصة ولا دارت عدد ولا صحيفة ديالها ذكرت على أن تبون معرض للاغتيال. المسألة اللي خلات جزء من النظام الجزائري، لأن هناك تطاحن ما بين الأجنحة، يتدخل ويقوم بإغلاق هذه الجريدة. ما الذي يحصل في حضارة الجزائر؟ ونحن نتحدث عن العديد والعديد من الأحداث اللي وقعت حتى هذه اللحظة بعد تلك المسرحية اللي سموها بالانتخابات. بداية غادي نقرا لكم نص الخبر متابعينا الكرام، ثم معكم بالتفاصيل. قال لك سيدي: أعلنت السلطات الجزائرية وقف نشر صحيفة الجزائر الغد اليومية، بعدما تناولت في عددها الصادر اليوم يوم الخميس ملفا مثيرا للجدل حول إمكانية تعرض الرئيس تبون للاغتيال. اسمها مزيان، تعرض تبون للاغتيال، أو محاولة أو إمكانية تعرض تبون للاغتيال. واستدعت وزارة الاتصال مدير نشر صحيفة جزائر الغد عادل زكري ومديرها التنفيذي عصام الشيخ للاستماع إليهما حول محتوى الملف المنشور. واعتبرت الوزارة أن الملف الذي أعده مدير عام الصحيفة عمار قردود يتضمن معلومات مضللة وغير موثوقة ومخالفة للمواد المنظمة للعمل الصحفي المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام. وتدعي الصحيفة أن هناك مخطط. بالمناسبة شوفوا هذه القصص اللي كتشوفوا الآن أمامكم على الشاشة، هذه الصورة من القناة ديال الصديق العزيز حاتم المرابط اللي جاب لنا جزء من القصص ديال هذه الجريدة. شنو كتقول؟ قال لك ودي: تدعي الصحيفة أن هناك مخططا للصهاينة ومحور الشر لاستهداف تبون، مشيرة إلى أن الرئيس تبون معرض للاغتيال في أي لحظة مثل الرئيس هواري بومدين. واستندت يعني بخروبة واستندت الصحيفة إلى ما وصفته بمصدر عليم، لكنه لم يقدم أي معلومة دقيقة أو موثوقة. إذن صحيفة في الجزائر كتخرج وكتقول لك أن تبون معرض للاغتيال. بطبيعة الحال الأسطوانة ديال الأيادي الخارجية ومحور الشر، شكون هو محور الشر؟ كيقول لك المغرب وإسرائيل. هو محور الشر بالنسبة إليهم. قال لك بأن المغرب وإسرائيل يخططون لاغتيال تبون. هذه المسائل اللي وصلت لها الآن الأوضاع في الجزائر خطيرة جدا. هل يخطط جزء من النظام الجزائري لاغتيال تبون واتهام المغرب؟ هل يخطط جناح معين في الجزائر لاغتيال تبون وتصفية تبون وقتل تبون وإلصاق التهمة للمغرب؟ يقول لك المغرب وإسرائيل والموساد وما إلى ذلك. لأن لا داروا هذه القضية ديال مسألة خطيرة وخطيرة جدا. المسألة خطيرة جدا. فهل هذا هو السبب علاش شفنا تبون مؤخرا فيما يسمى بحفل أداء القسم خائف ومرعوب ومرتبك؟ وانا قلتها لكم في لحظتها قبل كاع ما تخرجت الصحيفه ديال الجزائر الغد، قلت لكم تبون خائف ومرتبك وكيشوف ها وكيشوف لهيه، كيشوف يمينا وشمالا وكانه ينتظر شي حد يخرج ويتيري فيه. رجعوا الفيديو ديال هذاك اداء القسم وغادي تشوفوا، غادي تلاحظوا بان تبون كان خائفا. وهل هذا هو السبب وراء إقالة جبار مهنا والإطاحة بجبار مهنا؟ المعلومات الآن أصبحت تتطور بشكل دراماتيكي. تبون خايف، الإقالة ديال جبار مهنا، جريدة كتقول لك أن تبون معرض للاغتيال. إذن أين تتجه الأمور في حضارة الجزائر؟ ماذا يحدث في حضارة الجزائر؟ هادشي علاش قلت لكم الآن دابا حنا كنوقفوا على داكشي اللي قلته قبل يومين. قلت لكم اودي النظام الجزائري وصل للحضيض وسينزل بثقله في هذا الصراع اللي عندهم بيناتهم. سينزلون بثقلهم من أجل إيذاء المغرب باش يغطيو على داكشي اللي عندهم من الداخل، المخططات اللي عندهم ضد بعضياتهم. غادي ينزلوا بثقلهم باش يأذيو المغرب.
لذلك يجب أن نكون على حذر، لأن هذا النظام مفلس. وصلوا لواحد الدرجة ديال الإفلاس والانحطاط، لدرجة أنهم من دابا كيهددوا بعضياتهم بالاغتيال. فاش كتخرج الصحيفة وكتقول لك تبون معرض للاغتيال، هذه رسالة لتبون أنك معرض للاغتيال. احنا جايين ليك، احنا غادي نديروا لك، احنا غادي نفعلوا لك. هادشي علاش تبون مؤخرا كان خايف مرعوب. وراكم شفتوا هذاك الفيديو اللي تسرب واللي بسببه تمت إقالة وطرد مدير التلفزيون الجزائري، كيفاش هذاك بوعلام تعامل مع تبون، تعامل معه وكأنه مجرد خادم جروا من يده فحال شي كلب. يعني تبون مجرد دمية في الواجهة وهو خايف على راسه، على داكشي بان مرعوب وخايف مؤخرا. فبالتالي الآن هادشي اللي واقع في الجزائر راه غادي وكيتزاد، والسؤال المطروح فين غادي يوصل هادشي؟ فين غادي يوصل هذا الصراع اللي كاين داخل النظام الجزائري؟ أين سوف تؤول الأمور؟ هل سوف يتم اغتيال تبون؟ هل سوف يتم اغتيال شنقريحة؟ كل شيء وارد في حضارة الجزائر، كل شيء وارد. فبالتالي حنا غادي نجلسوا وغادي نتفرجوا وغادي نشوفوا الامور فين غادي تمشي. الان تم اغلاق هذه الجريده اللي سميتها الجزائر الغد، اللي قالت لك اودي بان المغرب واسرائيل يريدون اغتيال تبون، سمونا حنا بقوى الشر. السؤال اللي غادي نطرحوه، هل فعلا هناك مخطط لاغتيال تبون والصاق التهمه في المغرب؟ اذا كان هذا الوضع صحيح، اذا كانت هذه المساله صحيحه، فهذا معناه على ان هذا النظام ناوي على شي حماقه اللي غادي ترون حضاره الجزائر بعد الداخل، وغادي ينويو هما انهم ياذوا المغرب بها. غادي يخططوا باش ياذوا المغرب حتى هو. على داكشي مؤخرا كنشوفوا هذه الحملات ديال نشر الفوضى في المغرب باش يغطيو على داكشي اللي عندهم لداخل. ان باش توصل للحال الان، باش توصل للحد على ان جريده كتقول تبون غادي يتم الاغتيال ديالو من قوى الشر، وتجي وزاره الاتصال تشد هذه الجريده، وزاره الاتصال اللي هي تابعه للمحور ديال الرئاسه وما الى ذلك ديال بوعلام. فالامور ربما حنا اقتربنا بواحد النقطه ديال الخروج عن السيطره. واذا تم فعلا اغتيال تبون فالمساله غادي تولي كارثيه، ليس فقط عشريه سوداء جديده داخل الجزائر، وانما عشريات سوداء، نفق مظلم وما غادي ليه بالسرعه القصوى. هادشي علاش خصنا نردوا بالنا متابعينا الكرام ونكونوا على يقظه تامه، لان هذا النظام فعلا مفلس ومجرم ومافياوي، وهو وصل لواحد الدرجه ديال الخساره ما بقى ليه ما يخسر، ما بقى ليه ما يزيد ما يخسر. فبالتالي توقعوا منه اي حاجه. متابعينا الكرام، اراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل. لا غالب الا الله، ودائما وابدا عاشت المملكه المغربيه الشريفه.